وزي ما عودناكم تغطيه حصريه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر. والنهارده بقى معانا نجم مختلف عن العاده، وهو كابتننا الكبير الكابتن يوسف عبد الرحمن. اهلا وسهلا بيك كابتني. اهلا بيك كابتن. طبعا النهارده يمكن دوري ابطال مصر وسهرات رمضانيه واجواء ممتعه. لو نهنئ الشعب المصري الاول بمناسبه رمضان نقول لهم ايه؟ اولا كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم كلكم وعلى المنظومه كلها بقياده العميد محمد عادل الكابتن ابو جريشه. مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده ان شاء الله. شايف يمكن ما شاء الله عايزين نعرف انطباعك ايه عن دوري ابطال مصر. شايف ما شاء الله يعني فرقتك من الفرق المصنفه، وما شاء الله الموسم اللي فات كانت عامله نتائج كويسه، وشايف ان الاولاد بيستفادوا من خلال دوري ابطال مصر. عايزين نعرف انطباعك ايه عن دوري ابطال مصر. طبعا عشان انا موجود معاكم بقالي كتير، طبعا الفتره اللي فاتت موجود، ويمكن انا اتشرفت بيكم وبشرفت بالمنظومه كلها كامله. البطوله بتتعمل بشكل كويس، فيها شيء من الاحترافيه، في نظام، منظمين حتى في الكلام، مش منظمين بس الملعب وخارج الملعب، لا بالكلام مع الناس. شايف ان اللعيبه اللي موجوده تستحق تبقى في مكانها تاني عن المكان اللي هي موجوده، وتحاول تشتغل الفتره اللي جايه. شايف ان المنظومه ان شاء الله ناجحه الفتره اللي جايه، وكل مدى المنظومه بتاعتكم بتزيد بفضل الله تعالى. النهارده ولو عايزين بقى نعرف كواليس ما قبل المباراه، يمكن النهارده في اول مباراتك الافتتاحيه في الدوره الرمضانيه ومع فريق كويس برضه، فريق كنوز بيلعب دوري اسكندريه، والنهارده هو مشارك معانا في الدوره الرمضانيه لدوري ابطال مصر. بيبقى انطباعك ايه للعيبه وتوجهاتك ليهم ايه ما قبل المباراه؟ بتحضر لهم بتقول لهم ايه؟ اولا البطوله كلها صعبه يا كابتن، انتوا بتعملوا كل الماتشات كلها صعبه جدا، اللعيبه تبقى كويسه، المدربين بتبقوا محضرين من بدري، عارفين البطوله في السلام بتتعمل بشكل جامد جدا زي ما انا قلت. احنا اتعودنا ان احنا نيجي نلعب اي ماتش بنحضر للماتش بشكل كويس، علشان خاطر بنقابل فرقه كويسه قوي فيها مجموعه اولاد كويسه، فبالتالي بنحاول ان احنا بنحضر كويس. ان شاء الله نعمل ماتش كويس النهارده. فرقه كنوز فرقه كبيره معاهم مدرب محترم، بنحاول قد ما نقدر ان احنا نكسب النهارده في اول ماتش في البطوله. ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد البطوله ان شاء الله. لو عايز توجه بقى رساله النهارده للاعبين بتاعتك خلال المباراه تقول لهم ايه؟ انا شايف الدعايه كويسه قوي، شايف هنا في سيستم تصوير عالي قوي، شايف ان المنظمين مهتمين، فبقول لهم استغلوا التصوير والاعلام اللي موجود في البطوله والمنظومه، ان انت تقدر تعمل اي حاجه في البطوله دي توصل للمكان اللي انت عايزها من ناحيه التصوير والاعلام والناس الكبيره اللي موجوده في المنظومه. لو النهارده بقى نوجه رساله شكر للجهاز الفني بالكامل المعاون لحضرتك واللاعبين ولاولياء الامور اللي بيجوا صندوق كل مباراه، تقول لهم ايه؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين طبعا، ودايما منوريني ومشرفيني في كل مكان. وربنا يجعلنا ان شاء الله يبقى النهارده اول يوم سعاده لينا في المكسب، ويكرم اللعيبه اللي معانا. اولياء الامور بيتعبوا معانا جدا، لكن في الاخر خالص احنا جايين المكان هم مبسوطين بيه بالشكل اللي معمول والمنظومه اللي شغاله فيها كويس قوي. سعيد بلقائي معاك، وانتظرونا وتغطيه خاصه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر وسهرات رمضانيه مختلفه كل يوم. شكرا يا كابتن.